السلام عليكم. معاكم خالد. جيت اليوم باش نشارك معاكم قصتي. انا خالد اللي كنت مفشش مع والديا، وكنا عايشين الحمد لله ميسورين بخير وعلى خير وما خاصنا تا خير. قريت وتخرجت ومشيت خدمت في دولة عربية في الامارات. مشيت تما وخدمت في اطار كبير في واحد الشركة، وليت خدام مزيان وكنت خلص مزيان، وقاع ديك الاحلام ديال الاب ديالي والام ديالي حققتها ليهم. ايوا ملي انا كنت خدام مزيان تما، وجا الوقت باش نفرح والديا، وبغيت حتى انا ونتزوج على سنة الله ورسول الله. وبغيت نتزوج شي بنت الحلال اللي تكون من بنات من البلاد ديالي، وما بغيتش ناخدها من ديك الدولة اللي انا فيها. وكنت وصيت الام ديالي تشوف ليا شي بنت الناس، وكانت الام ديالي ديما كتقلب ليا، كتشوف ليا شي بنت اللي تكون مزيانه ومعقوله، وتكون بنت دارهم، وتكون مثقفه من طبيعه الحال. صافي بواحد المره وهي تصيفط ليا واحد التصويره ديال واحد البنت كانت ساكنه في واحد الدرب بعيد شويه علينا. ايوا صيفطاتها ليا وقالت لي هذه راها واحد بنت الناس مزيانه وداخله سوق راسها. هي هذيك صيفطات ليا تصويرتها، والصراحه ديك البنت كنت من شحال هذه كنشوفها كانت كتمشي تقرا، وكانت زوينه بزاف، وكان كل واحد يتمناها، وحتى انا كانت كتعجبني وكنت كنتمناها. وملي عرفت هي مازال بلا زواج فرحت بزاف، وقلت ربي والوالدين ديالي راضيين عليا انني غادي نشوف هاد الزين كامل وغيكون من النصيب ديالي. هي بنت زوينه بزاف، كان كل شي فيها زوين، في طولتها، في اللاطاي ديالها، في شعرها، كان كل شي فيها زوين، وكانت بيضاء. المهم قلت للأم ديالي صافي غير شوفي مع والديها باش ملي نهبط في الاجازة نمشيو نخطبوها من دارهم. صافي دازت واحد المدة ومشيت، هبطت للمغرب وخديت الكونجي، وتقدينا داكشي اللي غنديو له، تقدينا داكشي اللي غنتقداو ليها، كل شي تقديتو ليها من الامارات. المهم مشينا كاملين وديت والديا وديت العائله ومشيت خطبتها، ومن طبيعه الحال وافقوا، وحتى هي كانت موافقه، وبقينا في الانسجام بيناتنا، وعطاتني النمره ديالها وعطيتها النمره ديالي، وبقيت كنهضر معاها حتى ولينا كنبغيو بعضياتنا. هي هذيك دازت الخطبه ورجعت للامارات نخدم. بقيت في الامارات شي شهرين تقريبا، ورجعت نزلت للمغرب باش نديرو انا وياها العرس. صافي دوزنا عرس زوين من داكشي، كل شي داز فيه هو هذا، كل شي متول، كل شي كان فرحان، والعروسه طلعت زوينه. المهم بقيت كنقول مع راسي هذه هي اللي غادا تهزني وغادي تهز ليا بالي، وفعلا داكشي اللي كاين. دوزنا العرس، دوزنا كل شي بخير وعلى خير، ومن طبيعة الحال انا ما خليتهاش في المغرب، ديتها معايا الامارات، حيت ما يمكنش ليا كل واحد يعيش في بلاصه، وديتها وعاشت معايا. دوزنا واحد السعاده، وكنبقى نشكر ديما الله، وكنطلب الله على ديك النعمه اللي عطاها ليا ديال هذيك السعاده الزوجيه. كانت زوينه في كل شيء، في طيابها، في اناقتها، وفي هدرتها، وفي لباسها، وحتى في العلاقه ديالنا في الليل. الصراحه ما كتخليني خاصني حتى شي حاجه، دايره ليا الخاطر وبزاف، واي حاجه كتعرف ليها واي حاجه كتفهم فيها، وهذا الشيء اللي زادني بزاف. كنقول على مرة اللي ما ناقصها حتى شي حاجه. المهم العلاقه ديال الزواج ديالنا دامت واحد المده، وولدات وليت، وزادت كملات الفرحه ديالي، ومن بعد ولدات بنيته عاوتاني فرحت، ولات عندي بنت وولد، والفرحه ديالي ما كانتش قاداني. وهنا غادي تقلب ليا حياتي ملي غادي نخرج من الخدمه. غنخرج من الخدمه وغادي توقع ليا واحد الظرف، وغادي نبقى نخمم، ما بقيت عارف شنو ندير. واش نهبط للمغرب انا وياها ونبدا من جديد، ولا نصيفطها هي والدراري
ونبقى انا هنايا في الامارات كنقلب على شي خدمه اخرى، وعاد باش لا لقيت نصيفط ليها. المهم في الاخر خرجت واحد القرار اننا نمشيو كاملين. وفي المغرب غادي نقلب على خدمه حيت انا عندي دبلوم مزيان. وهداك الشي اللي كان، مشينا كاملين رجعنا للمغرب وقلبت على خدمه، وخدمت خدمه مزيانه في واحد الشركه. وانا كانت عندي الدار، ملي كنت خدام في الامارات كنت شاري الدار. ايوا صافي، الزوجه ديالي كانت باركه معززه مكرمه، رد البال لوليداتها ورد البال ليا وكطيب. المهم اي حاجه خاصاني كانت كتلبيها ليا، عمرها ما تبدلت عليا في حتى شي حاجه. صافي بقات العلاقه بحال هكاك. دازت واحد المده كنخلي التليفون كنخلي فيه الكونيكسيون، وملي كنخلي فيه داك الكونيكسيون وليت كنسمع الميساجات كيجيوني متابعين. واحد النهار في الصباح حتى كيجيني واحد الميساجات متابعين. نضت في الصباح كنقلب التليفون حتى كنلقى واحد خينا مصيفط ليا: امراتك راها كانت معايا وراها شنو كانت كدير وها شنو كانت كدير، وصيفط ليا فيديوهات وتصاورها مخلة للحياء ما فيها ما يتشاف. وفي شي اوضاع يا ريت عاكم ما شفتهمش، وليت كنشك وكنقول واش هي ولا ما هياش. ولكن من الشوفه ديال الفيديو عرفتها، حيت داكشي مصور وباين مزيان، ما عليه لا ضبابه لا حتى شي حاجه. كتبان هي في كل شيء، في هضرتها، في كل شيء، حتى من الهضره ديالها كتهضر بواحد الكلمات اللي انا ما ظنيتهاش تقولهم شي نهار، وخصوصا انها انسانه مثقفه، خصوصا انها قاريه جامعيه، ماشي عنقولوا شي وحده ما قارياش او لا ما عارفاش، وكتقول شي هضرات ما كتقالش لهداك اللي معاها. وقال لي راها هي كانت معايا من قبل، وقال لي راه العذريه ديالها انا اللي اديتها ليها. انا ملي قال لي العذريه انا صافي دخت وتلفت وما لقيت ما نقول. صافي ملي بقيت انا كنتصنت لهداك الشي دخلات وشافتني، كنسمع دوك الفيديوهات ووريتهم ليها، وهنا بدات كتبكي ونهارت بالبكا، وبدات كتبكي وكتقول لي غير سمح ليا، هاد الشي راه كان من شحال هادي، ملي كنت صغيره وكنت طايشه وكان العقل صغير وما كنتش عارفه، ودابا الحمد لله ما عمر شي واحد ما قاصني من بعد هداك الشي. هداك السيد كان كيضحك عليا وكان كيتفلى بيا وكان كيقول لي غادي نتزوج بك، هداك الشي علاش درت معاه داك الشي، ولكن هو راه ما خدانيش. ولكن انا دابا اللي ما بغاش يتفهم ليا انا في ديك الليله كيفاش العذريه ما اللي خداها، وصارحتني وقالت لي بان العذريه ما كانتش عندي ودرتها غير، ودارت ترقيع غشاء البكاره في ليله الدخله. وانا هنا حسيت براسي بانني بحال نقولوا ضحكات عليا، بحال تشمت. صافي وقررت انني نغيزها، وقررت حتى انا نسممها، وبغيت نتزوج بوحده اخرى. وهداك الشي اللي كاين، حيت ما قدرتش نطلقها، عندي معها 2 وليدات وما قدرتش نطلقها. والصراحه العلاقه اللي دوزت معها كانت احسن علاقه في حياتي، وبقيت كنتراجع على الطلاق، وقلت اشنو غندير، وقلت غادي نتزوج باش نفقسها. وفعلا جبت بنت اخرى وخطبتها من دارهم، يعني بنت عائله. ولكن ملي دوزت بيها ديك ليله الدخله كانت لا علاقه مع مراتي الاولى، وهذيك الحياه اللي دوزت معاها لا علاقه مع الاخرى. يعني الاخرى كانت حلوه والحياه كانت معاها حلوه والحياه زوينه بزاف، ودابا الحنين كيرجعني ليها. دابا ما بقيتش عارف شنو هو ندير، واش نطلقها، واش نطلق المراه الثانيه ونبقى غير معاها. دابا انا كثرات عليا المشاكل وما بقيتش عارف ما ندير، وبغيت شي حد اللي ينصحني ويقول لي كيفاش نسلك هاد الامور وكيفاش ناخذ القرار الصح. كنتمنى تنصحوني وتقولوا لي واش نطلقها ولا نبقى معاها ولا نطلق المراه الثانيه. كنتمنى اللي عنده شي حل يكتبوا لي في التعاليق، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم. وهنا تسالات قصتي، كنشكركم على حسن استماعكم وخليتكم على خير.